الأهلي يفوز ودياً على زد بنتيجة 3-1 بمشاركة أغلب النجوم والأهداف عبر مروان عطية وأشرف بن شرقي وحسين الشحات. تألق واضح لحسين الشحات، هدف زائد أسيست، وظهور قوي لمروان عطية رغم غيابه القادم للإيقاف. الجهاز الفني يشعر بالارتياح لعدم وجود إصابات قبل مواجهتي بيراميدز والزمالك. جدل واسع بسبب شائعة خسارة الأهلي قبل المباراة، مع تحذير للجماهير من الحملات الممنهجة على السوشيال ميديا. حضور إداري بارز بقيادة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ لدعم الفريق ونفي شائعات الخلاف. رد رسمي من النادي على الإعلامي هاني حتحوت مع تصعيد قانوني ضد قناة مودرن سبورت. رضا فني على مستوى عمرو الجزار وكامويش مع محاولات لإعادتهم للحسابات. دعم نفسي لأشرف بن شرقي بعد تسجيله وظهوره بشكل جيد. الاتحاد الكرة يقترب من تعيين حكام أجانب إسباني أو إيطالي لمواجهتي بيراميدز والزمالك. نفي التفاوض مع روبرتو فيرمينو، واستمرار تمسك اللاعب المغربي يوسف بالعمري بالبقاء. فشل التعاقد مع مدرب أجنبي بعد انتقاله إلى بورنموث. ممدوح عباس يتحدث عن دعوة ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية في خطوة لتهدئة الأجواء. حازم إمام ينتقد ثقافة الهجوم السريع على الأندية ويؤكد استمرار منافسة الأهلي على الدوري. ضياء السيد: الدوري لم يحسم، وعودة محمد الشناوي إضافة قوية رغم استمرار مصطفى شوبير أساسياً. محمود فتح الله: بيراميدز الأقوى من حيث الإسكواد، والأهلي يعاني من نواقص واضحة لكنه ما زال منافساً. انتقادات إعلامية حادة واتهامات بتوجيه الرأي العام ضد الأهلي، مع دعوات جماهيرية لمقاطعة بعض المنصات. صفقات محتملة وتحركات سوق انتقالات، لاعبون شبان تحت المراقبة، واتجاهات لتعزيز الفريق في الصيف.